طول الوقت بنسمع عن كلمة سيلف لوف او حب الذات. عايزة اتكلم النهاردة معاكم واقول لكم اكتر عن ازاي انتي تحبي نفسك، وليه اصلا المفروض ان احنا نحب نفسنا. ليه طول النهار على السوشيال ميديا يقول لكم سيلف لوف، حب الذات، والصراحة ما حدش بيقول لنا ستيبس 1 2 3 ازاي تحبي نفسك، وهي مش سهلة، هي بروسس ورحله طويله جدا. فعشان كده النهارده هبدا واقول لكم ازاي تحبوا نفسكم، وليه اصلا تحبوا نفسكم، وهتستفيدوا ايه لو انتوا فعلا حبيتوا نفسكم. ونحب نفسنا بطريقه هيلثي، عشان خلي بالكم حب النفس فيه ما بينه وما بين الغرور والانانيه شعره. ان انت تبقي مغروره وان انت انانيه ومش بتفكري في اي حد في الدنيا غير في نفسك وحاطه نفسك انت وبس، لا هنا برضو في مشكله. فهقول لكم ازاي تحبوا نفسكم بطريقه صحيه جدا. اول حاجه، هل انتوا عمركم بتحبوا حاجه من غير ما تعرفوها خالص؟ لازم عشان الواحد يحب حاجه لازم يكون عارفها، وعارفها كويس جدا، عارفين كل حاجه فيها. فبجد هي دي اول خطوه، لازم تعرفي نفسك كويس جدا، تعرفيها بجد، تعرفي نقط قوتك ايه. وهنا انا مش في انترفيو HR، لا، اعرفي فعلا انت نقط قوتك ايه، اعرفي انت عيوبك ايه، وتعرفي عيوبك ايه عشان تتقبليها مش عشان تكرهي نفسك. تعرفي عيوبك ايه عشان تشتغلي عليها وانت في نفس الوقت متقبلاها، مش عشان انت شايفه نفسك دايما وحشه ولا شايفه ان انت فيكي عيوب 1 2 3. وصدقيني كل ما هتعرفي نفسك اكتر وهتكتشفي نفسك اكتر هتحبي نفسك اكتر، وهتبداي في خطوات حب النفس واوتوماتيك. هي حاجه عارفين بتيجي اوتوماتيك. الموضوع يا جماعه برضو مش سهل لو انا هعمل 1 2 3، انا هصحى النهارده هعمل 1 2 3، لا. اعرفي نفسك واكتشفي نفسك، اقعدي مع نفسك لوحدك، اقعدي فكري، شوفي انت بتحبي ايه، بتحبي تقضي وقتك ازاي، بتحبي تعملي ايه الحاجات اللي لما حد بيعملها لك بتتقبليها، وايه الحاجات اللي انت ما بتتقبليهاش. كل دي حاجات هتخليكي تعرفي نفسك. وممكن برضو نعمل فيديو لوحده يكون فيه ازاي انت تعرفي نفسك وازاي تبداي انك تكتشفي نفسك بجد. تاني حاجه، بعد لما انت هتعرفي نفسك زي ما قلت لكم هتعرفوا العيوب اللي عندكم، هتعرفوا مشاكلكم فين، هتعرفوا انتوا امتى بتغلطوا. وهنا لازم انكم تتقبلوا نفسكم، بس برضو زي ما قلت لكم تقبل النفس لازم هيبقى معاه انكم تسعوا انكم تطوروا من نفسكم. سيلف امبروفمنت يا جماعه دي احلى حاجه في الدنيا، انكم تشتغلوا على نفسكم. انتوا احلى بروجكت في الدنيا، انتوا بجد استثماركم في نفسكم وتطويركم لنفسكم وامبروفينج من نفسكم، ده هيديكوا عائد مش طبيعي، ده هيفتح لكم opportunities مش طبيعيه. عارفين لما الواحد بتقوله انا هستثمر في شغلي، انا هستثمر في الشركه، انا هحط كل الانرجي بتاعتي في كده، جربوا تعملوا نفس الحاجه مع نفسكم. ان انتوا بجد بروجكت، اعتبروا نفسكم مشروع انتوا بتشتغلوا عليه. بصوا هتلاقوا حاجات ان ريتيرن مش طبيعيه، مش مجرد فرص شغل، فرص علاقات حلوه، حبكم لنفسكم فعلا هيبان عليكم. في نوعيه بشر اللي هي لما تيجوا تتكلموا معاها وتقولوا لها اي حاجه والله هو انا كده ومش هتغير، دول ناس عناديه بشكل مش طبيعي. اللي هو كلنا فينا عيوب وكلنا لازم نتقبل عيوب بعض، بس ده لا يمنع انكم تشتغلوا على نفسكم، ده لا يمنع ان انتوا تحاولوا تحسنوا من نفسكم. فكره قفله بقى الدماغ ان انا كده وانا مش هتغير وهو انا كده، لا دي حاجه بشعه، وانا ما بتقبلش اتعامل مع الشخص اللي بالشكل ده. بالعكس انا اتقبل جدا وبتبسط جدا ان انا اتعامل مع حد هو في عيوب عادي، ما كلنا فينا عيوب، بس انا شايفاه ان هو بيحاول يغير من عيوبي دي ويشتغل عليها، وهبقى اول واحده بساعده ان هو يشتغل على عيوبه. واسمحوا لنفسكم انكم تغلطوا، طبيعي ان احنا نغلط، فانت بتغلطي وبتقومي مش بتتكسري. هتقعي مره واثنين وثلاثه وهتقومي مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما توصلي للحته اللي انت عايزاها. مش هنتغير في يوم وليله، بنغير نفسنا على مدار سنين ونشتغل على نفسنا على مدار سنين. فانت هتطوري من نفسك عشان توصلي للبست فيرجن من نفسك، وديورنج البروسيس احنا راضيين عن نفسنا ومتقبلين. وافتكري دايما ان كل حاجه بتحصل هي بتقويكي وبتكبرك مش بتهدك ابدا. هقول لكم كده على معادله، ايكويشن، حطوها دايما حلقه في ودانكم. كل ما هتعرفي نفسك اكتر هتحبي نفسك اكتر، وهتتقبلي نفسك، وهتحبي الناس اللي حواليكي، وهتوصلي في الاخر انك تعرفي قيمه نفسك. هي بجد ايكويشن لازم تكون دايما في دماغكم، وهي الجيرني يعني تقريبا متلخصه في الايكويشن دي. هتقولوا لي ايه العلاقه؟ عارفين على السوشيال ميديا كده في ناس بتروج اللي هو انتي بتحبي نفسك، مالكيش دعوه بحد، انا اقدر اعيش لوحدي، انا مش عايزه حاجه من الناس. في ناس بتروج للموضوع بالشكل ده، بس ده مش حب النفس. This is very very unhealthy. فكره اللي هو انا خلاص مكتفيه بنفسي، انا مش عايزه حاجه من حد، انا منعزله، مش عايزه اتعامل مع الناس،
ربنا ما خلقناش عشان نعيش لوحدنا، ربنا خلقنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان احنا كلنا نبقى مع بعض، ان احنا نعمل كوميونيتيز. ففكره ان انا عشان انا بحب نفسي وواثقه في نفسي ومش محتاجه لحد، this is very 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 wrong misconception السوشيال ميديا هي اللي طلعتهم. فده انا بعتبره مش حب، انا بعتبر ده هو خوف وألم. وطبيعي ان احنا نبقى خايفين وعندنا ألم، بس محدش يصدره ان ده حب للنفس. عشان الحب الحقيقي، حبك لنفسك الحقيقي، اولا هو الحب حاجه يا جماعه غير مشروطه وحاجه كبيره جدا وبتكفي العالم كله. مش معنى ان انا بحب نفسي ان انا مش بحب الناس، فاتس انليميتد. ففكره ان احنا عشان بنحب نفسنا فخلاص كده مش عارفه بقى الحب خلص ولا ايه، لا، احنا بنحب نفسنا وبنحب الناس اللي حوالينا. وبرده في نفس الوقت عايزين بصوا خير الامور الوسط. فولا حبك لنفسك يخليكي ان انت مش محتاجه لحد، انا مش عايزه حاجه من حد، انا اقدر اعيش لوحدي وطز في كل الناس، ولا حبك للناس يخليكي اللي هو people pleaser بشكل مش طبيعي to the extent ان الناس تيجي عليكي وان الناس تدوس عليكي. ولا ده صح ولا ده صح. انك تبقي عارفه امتى تحبي الناس وامتى تبقي مع الناس وامتى تختاري نفسك، هي دي الموازنه الصح. وبرده ما تنسوش ان الناس عشان ما نخليهمش يجوا علينا، ومن حبك لنفسك انك تحطي لنفسك باوندريز، في ليميتس انا حطاها، في كده حاجز وفي ريد لاين الناس ما تقدرش تتعداها. كل واحد بقى بيختار حدوده والليميتس بتاعته وهو حر في اختياره فيها، وانا من حقي ومن واجب الناس اللي في حياتي انهم يتقبلوا الحدود اللي انا حطاها ويحترموها كده. فبرضه ما تنسوش ان وضع الحدود ده جزء مهم من حبك لنفسك. في الاخر بعد لما تعملوا كل الحاجات وتفكروا في كل الحاجات اللي انا قلتها دي، ايه نتيجه حب النفس؟ ايه نتيجه السيلف لوف؟ نتيجتها ان انتوا هتبقوا بيست فيرجن من نفسكم، هتتوصلوا انكم تكونوا احسن نسخه من نفسكم انتوا قدرتوا توصلوا لها، هتتوصلوا انكم تحبوا الناس، تتمنوا لهم بجد الخير. ده هيكون اصدق واكتر حب صحي انتوا ممكن تشوفوه. عشان مثلا انتوا فعلا بتحبوا نفسكم، فانتوا بتتبسطوا لما يحصل لكم حاجه حلوه، فبالتالي انتوا عايزين الناس تحس بنفس شعور الانبساط وشعور الفرحه اللي انتوا بتحسوه ده. حبكم لنفسكم هيوصلكم انكم تكونوا بتحبوا الخير للي حواليكم، بتحبوا الخير للي قدامكم. ومن الاخر السلف لوف وحب الذات هيخليكم تحبوا وقتكم مع نفسكم، ويخليكم تحبوا وقتكم مع الناس، وتعرفوا تميزوا بامتى نعمل ده وامتى نعمل ده، وامتى نقول لا لده وامتى نقول لا لده، وامتى تختاروا الناس قبل ما تختاروا نفسكم، ومين الناس اللي انتوا تفضلوهم في اوقات عن نفسكم، وامتى تختاروا نفسكم قبل ما تختاروا الناس، ومين الناس اللي ما تستحقش ان انتوا تختاروها على نفسكم. يا رب يكون ده كان ستارت حلو للسلف لوف وحب الذات وتكونوا استفدتوا منه. وقولوا لي انتوا في الكومنتس تحت، هل انتوا شايفين انكم وصلتوا لحب الذات او ان انتوا وصلتوا للسلف لوف، ولا لا خالص مش بتحبوا نفسكم ومش عارفين توصلوا للحته دي، ولا انتوا لسه في الجيرني بتاعتكم وفي الرحله بتاعتكم اللي احنا كلنا فيها مع بعض. وانا هنا بساعدكم في القناه ان احنا نطور من نفسنا ونحسنها، وان احنا نبقى مبسوطين، وان احنا نوصل فعلا لحب الذات وتطوير النفس. رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.